السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع أخبار ريال مدريد اليوم. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو علشان نوصل بيه ل1000 لايك. راتب ماستنتانو مع ريال مدريد. كشفت تقارير أرجنتينية عن تفاصيل عقد فرانكو ماستنتانو مع ريال مدريد، حيث سيتقاضى اللاعب الشاب 3.5 مليون يورو صافيا في الموسم الواحد، بموجب عقد يمتد ل6 مواسم حتى عام 2031 حسبما ذكرت شبكة تي واي سي. ماستنتانو الذي وصل إلى إسبانيا مؤخرا ولا يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق إلا بعد بلوغه 18 عام في 14 أغسطس الجاري. أردا جولر يبهر الطاقم الفني في ريال مدريد بانضباطه واحترافيته. وفقا للصحفي روبن مارتن من صحيفة آس، فإن الطاقم الفني في ريال مدريد مندهش من احترافية أردا جولر وموقفه الإيجابي، ويعد من بين اللاعبين الذين تركوا أفضل انطباع عند العودة إلى التدريبات. هذا التألق اللافت يعزز فرص اللاعب التركي في نيل دقائق لعب أكبر خلال الموسم الجديد تحت قيادة تشابي ألونسو. ريال مدريد يغلق سوقه بانتظار المفاجأة الكبرى. كشفت صحيفة ماركا أن من مصادر مقربة من ريال مدريد تشير إلى أن النادي قد يكون فعليا أنهى تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي في خطوة استراتيجية قد تهدف إلى الحفاظ على القيمة السوقية للاعبين المهددين بالرحيل، وعلى رأسهم البرازيلي رودريجو الذي يجد نفسه أمام وضع معقد بعد وصول ماستنتانو اللاعب الواعد الذي يفضل بدوره اللعب على الجبهة اليمنى. ومع اقتراب مونديال 2026 يدرك رودريغو أن الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في ظل قيادة كارلو أنشيلوتي للسيليساو قد يضعف حظوظه مع المنتخب، هو أمر لا ينوي التهاون فيه. وفي حال قرر مغادرة سانتياغو برنابيو فإن إدارة النادي لن تقف مكتوفة الأيدي، ورغم بروز غونزالو غارسيا في مونديال الأندية وتصميم إندريك على النجاح بقميص الريال مهما كلف الأمر، إلا أن النادي لا يستبعد إبرام صفقة كبرى في حال رحيل رودريغو. فالجامع بين مبابي وهالاند اليوم ليس أمرا مستحيلا كما قد يبدو. أكثر شيء أدهش كاريراس في ريال مدريد. عرب الإسباني ألفارو كاريراس أحدث صفقات ريال مدريد في الصيف 2025 عن دهشته من أجواء غرفة ملابس الفريق الأبيض بعد عودته من بنفيكا. اللاعب ألف تصريحات لقناة النادي: أكثر ما أدهشني هو تواضع جميع زملائي وجودتهم الكبيرة. نحن نعمل معا من أجل الفوز بكل الألقاب، مشيدا أيضا بأسلوب المدرب تشابي ألونسو يملك أفكار واضحة وهذا يمنحنا الثقة. كاريراس الذي نشأ في أكاديمية ريال مدريد يستعد للظهور الأول في سانتياغو برنابيو، حيث يطمح لحجز مكان أساسي في الجبهة اليسرى خلفا للمصاب فيرلاند ميندي، في وقت يقدم فيه فران غارسيا مستويات مميزة. أكثر لاعب فاجأ تشابي ألونسو بعد العودة للتدريبات. تشابي ألونسو بدأ عمله الرسمي مع ريال مدريد هذا الأسبوع في الفالدي بيباس وسط حماس جماهيري كبير لمتابعة استعدادات الفريق. المدرب الإسباني شدد على أهمية تقديم أقصى الجهد في فترة الإعداد قبل انطلاق الدوري أمام أوساسونا، لأن المفاجأة الأبرز جاءت من ديفيد ألابا. المدافع النمساوي ظهر بمستوى بدني وفني أفضل بكتير من المتوقع بعد تعافيه من إصابة الركبة التي رازمته سابقا. أداء ألابا المبشر يجعله خيارا مهما في خطط المدرب الموسم الجديد، وده مع قدرته على اللعب في خط دفاع مكون من 3 لاعبين. تشابي ألونسو سيحصل على ما افتقده في مونديال الأندية. أكد الصحفي إغنسايو ماركانو أن مدرب ريال مدريد الجديد يخطط الاجتماع مع كل لاعب من لاعبي الفريق الأبيض بشكل فردي لتوضيح خطته ومشروعه قبل انطلاق الموسم الجاري. الصحفي قال عبر إذاعة كادينا سير: لم يتحدث تشابي ألونسو مع اللاعبين على انفراد. في الولايات المتحدة الأمريكية كان عليه مواجهة المنافسين مباشرة ولم يكن لديه وقت لأي شيء آخر. ألونسو الآن سيحصل على وقت كافي للتعرف على لاعبيه بعد تحرره من الضغط الشديد الذي ألقى على عاتقه فور تسلمه مهمة قيادة الفريق، حيث لم يكن هناك أي شيء للتواصل الفردي مع اللاعبين أو القيام بأي أمور أخرى غير التركيز على المباريات. باريس يضع رودريغو ضمن خياراته لتعويض باراكولا في حال رحيله.
أفاد الصحفي فابريزيو رومانو أن رودريغو غوس نجم ريال مدريد يعد أحد الخيارات المطروحة أمام باريس سان جيرمان في حال قرر ليفربول التعاقد مع برادلي باراكولا هذا الصيف. ووفقا لرومانو فإن النادي الباريسي يدرس عدة بدائل لتعويض الجناح الفرنسي، ويعتبر رودريغو أحد الأسماء التي تتابعها الإدارة عن كثب رغم عدم وجود أي مفاوضات متقدمة حتى الآن. سبب الضمادة على ساق غولر. كشف الصحفي روبن مارتن عن سبب الضمادة الموضوع على ساق لاعب ريال مدريد التركي أردا غولر. الصحفي أكد أن الأمر ليس خطيرا وأنها مجرد ضربة بسيطة، وشدد مارتن على أن الريال معجب بشدة بالمستوى البدني الذي يظهره غولر في الفترة التحضيرية للموسم الجديد. ديفيد ألابا متحمس للعودة للعب. أكدت صحيفة آس الإسبانية أن ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد لا ينوي الرحيل عن الفريق الأبيض هذا الصيف. اللاعب سيبقى مع الريال حتى نهاية عقده في الصيف 2026، وبعض المقربين منه يقولون أنه متحمس للغاية للعودة إلى الملعب، وهو يعمل بجدية للتعافي تماما من إصابته الأخيرة في باطن قدمه اليسرى ليكون متاحا في أول جولات الليغا أمام أوساسونا. إندريك يجب أن يفهم لقد حان وقت مغادرة الريال. أثار النقاد عبر إذاعة كادي نسير حالة كبيرة من الجدل أثناء الحديث عن مستقبل النجم إندريك مع ريال مدريد. الصحفي خفير هيراريز قال أولا التالي: لا توجد مساحة كافية للجميع في هجوم ريال مدريد، وسيضطر أحد ما للرحيل. الصحفي غابيلوندو من جانبه قال: أسلوب غونزالو غارسيا يناسب تماما فلسفة المدرب تشابي ألونسو. هي إشارة واضحة منهما إلى ضرورة رحيل إندريك، وخاصة بعد أن استقر ألونسو على منح القميص رقم 9 لغارسيا بحسب الإعلام المدريدي. ريال مدريد يتعاقد مع المكسيكي ويضم للجهاز الفني لألونسو. أصبح المكسيكي أوسكار ميشيل هو محلل الفيديو الجديد للفريق الأول بريال مدريد بأمر من المدرب شابي ألونسو. مدرب ريال مدريد الجديد أصر على ضم ميشيل إلى طاقمه لأنه يرغب في التركيز بشكل كبير على تحليل الفيديو لتحسين أداء اللاعبين. المكسيكي ليس وافدا جديدا للريال، حيث يعمل ميشيل في النادي الأبيض من عام 2019، ولكنه كان محللا لفريق السيدات في الثلاث سنوات الماضية، وقبل ذلك كان يعمل في الأكاديمية. فينيسيوس ومبابي ثنائي يجب استغلاله. تصدرت صورة فينيسيوس وكيليان مبابي ثنائي ريال مدريد غلاف صحيفة ماركا الإسبانية في إصدار اليوم الخميس 7 أغسطس. غلاف ماركا ثنائي يجب استغلاله. مبابي وفينيسيوس يبحثون عن كيفية العمل كفريق هجومي. كلاهما سجل معا في 8 مباريات فقط في الموسم الماضي، لم يسجلوا في نفس المباراة منذ 9 مارس، ويجب استغلال كلا اللاعبين. في الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن يوصل ل1000 لايك بهذا الفيديو. وطبعا أنا شاكر لحضراتكم للدعم اللي بتقدموه لقناتي. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.